كل سنة وانتم طيبين. ده ميعاد كحك العيد، وكحك العيد ده دايما بيرمز للبهجة. طول عمره في الثقافة المصرية كحك العيد ده حاجة بتمثل فرحتنا، سواء فرحتنا ان العيد قرب او كان جزء من الطقوس ان اي واحدة عروسة جديدة لازم يتعمل لها كحك العيد ونروح نودي لها الكحك في بيتها الجديد. طيب هل كحك العيد ده سهل؟ سهل جدا جدا، ونفسي ان احنا نرجع تاني لكل التقاليد دي، ان احنا الاسره بتتجمع، حتى لو الاسر دلوقتي صغيره، احنا واصحابنا، احنا وجيراننا، احنا وقرايبنا نتجمع ونعمل كحك العيد، لان دي بتبقى لحظات جميله جدا جدا. طب الكحك ده هل في حاجات نحضرها له؟ الكحك ده بنحشيه حشوات كتيره قوي، اشهرهم المصريه الاصيله هي العجميه. العجميه دي طعمها مميز وموجوده بس في مصر. مع الوقت اتعلمنا نحشي الكحك بحاجات تانية زي العجوة، زي المكسرات، لكن الأصل للكحك هو اللي معمول بعجمية. ودلوقتي نبتدي ان احنا لازم نحضر العجمية الأول عشان نديها فرصتها تبرد، وبعدين ندخل على الكحك. يلا بينا نعمل العجمية. العجمية سهلة جدا، مكوناتها بسيطة: سمنة ودقيق وعسل نحل. دول الثلاث مكونات الأساسية. بنزود عليها بقى الطعوم أو الفليفرز، ما بين ريحة كحك، ما بين شوية سمسم، ما بين رشة فانيليا، ما بين رشة حبهان مطحون، عشان تدينا الطعم اللي احنا عايزينه يدخل جوه الكحك. يلا بينا. دي كل الانجريدينتس اللي بنستعملها. نقربها كده مننا ونشتغل بيها. اهم حاجة في الكحك او في العجمية او في الحشوات بتاعته هي السمنة البلدي بتاعتنا. دي سمنة بلدي، دي هي اللي بتدي الطعم الحلو. عندنا شوية الدقيق، شوية سمسم، وبنجيب السمسم اللي هو الني مش متحمص. ليه مش متحمص؟ لأن احنا بنحطه في السمنة فبياخد سنة تحميصة وبيدخل بعد كده الفرن في المكونات، فاحنا عايزين نبتدي بيه سمسم أبيض علشان ما يتحرقش معانا. يا دوبك على بال ما نخلص تسوية العجمية والكحك يبقى لونه جميل معانا. وعسل النحل طبعا ده أساسي. وبعدين عندنا هنا رشة فانيليا، حبهان مطحون، وطبعا ريحة الكحك دي أساسي. ريحة الكحك دي بتتكون من إيه؟ هي خلطة كده من حاجات عطرية، هي محلب، زر ورد، شوية حبهان مطحون، وهي اللي بتدي الريحة المميزة للكحك المصري الأصيل بتاعنا. يلا بينا. لمقدار العجمية اللي احنا بنعمله أنا هاخد معلقتين مليانين جبل سمنة. هي سمنة كتير بس دي الحاجة اللي بتدي طعم حلو. نعوضها في كده، فبقيت عندنا كمية سمنة حلوة كده. تمام كده. ناخد السمنة بتاعتنا دي ونحطها على النار، لازم تسيح كويس جدا. نتأكد ان السمنة دي ساحت كويس قوي قبل ما نحط اي حاجة تانية فيها. ليه بنخلي السمنة تسخن وتسيح كويس قوي؟ لان الدقيق لازم نسويه جوه السمنة، ما يبقاش فيه طعم الطباشير اللي موجود دوت. الدقيق بياخد تحميره فيه، بيبقى لونه زي العاج، زي الذهبي كده، شويه ذهبي فاتح قوي. هي دي الدرجه اللي احنا عايزينها في تسويه الدقيق. احنا خدنا معلقتين كبار جبل سمنه، هناخد 3 معالق مليانه دقيق. نتاكد ان السمنه ساحت وسخنت علشان ننزل فيها بالدقيق. اهي احنا كده السمنه سخنت تماما. ادي الدقيق بتاعنا. هنحتاج 3 معالق جبل مليانين دقيق. 1 2 3. سامعين صوت الدقيق وهو بيتشكشك كده في السمنة؟ لونه بقى لونه ذهبي، كله استوى اهو، كله اختفى جوه السمنه. مفيش عندي النقط البيضه بتاعه الدقيق، وبيبقبق كده مع بعضه. الدقيق كله مستوي حلو قوي. هنبتدي نحط الاضافات اللي تديها الطعم. اول حاجه هناخد معلقه سمسم، تاني حاجة هناخد نص معلقة صغيرة ريحة كحك، وناخد رشة حبهان مطحون، وناخد رشة فانيليا.
كده احنا عطرنا كل العجمية بتاعتنا. ده آن الأوان بقى، الريحة حتى طلعت، نحط العسل بتاعنا بقى. لازم العسل النحل نتأكد انه عسل نحل طبيعي، نوعه كويس وطعمه حلو. دي كوباية عسل، المقدار ده بياخد كوباية عسل. ده حوالي نص كيلو عسل تقريبا، او يعني بس هي كوباية. ننزل كل العسل كويس قوي. العسل ده بيبقى زي الجواهر يعني كله. انا اتمنى ان انتوا كنتوا تبقوا شامين ريحه العجميه معايا وشايفين قد ايه هي طعمها حلو وريحتها حلوه. ادي كل العسل اخترناه كله كويس قوي قوي. هنقعد نعمل ايه بقى؟ احنا بنقعد نقلب كده، محتاجين ان العسل يستوي كويس جوه. احنا مهدين النار مش عاليه علشان ما يتحرقش العسل، مدينه راحته ونسويه كويس قوي على مهله، وبنقلب شويه بشويه عشان نديه فرصه ان هو يستوي كويس. الحمد لله السمنه اللي معانا بتخليه يقدر كله يستوي، السخونه بتتوزع والسمسم جوه بيبقى شكله جميل جوه العجميه. ابتدت اهي تغلي من على الاطراف، تعمل بقليل وبتتخن بسيط شويه بشويه. نديها وقتها وما نستعجلش عليها، النار هاديه علشان ما تتلسعش. هي لما بتستوي كويس قوي بتبتدي تتخن، ولما تبرد تهدى بيبقى سهل تشكيلها علشان نستخدمها جوه الكحك بتاعنا. كده العجمية بتبتدي اهي تستوي، بتعمل بقليل وبتغلي وابتدت تبقى سميكة شوية بشوية. هي ما نخافش منها، هي لما بتبرد بتبقى ماسكة نفسها ومتماسكة وجامدة، وبنقدر نشكلها كور عشان نحشي بيها الكحك. طيب احنا هنعرف ازاي ان العجمية هي كده استوت وخلاص؟ لو انا بعمل خط كده بالمعلقة في النص ما بيتفرقش، لسه ماسكين بعض فلسه قدامها شوية. انا بفضل اقلب فيها، ما بسيبهاش ثابته في نفس المكان لحد ما اجي افصل كده الاقي كأن اتعمل طريق في النص، اعرف ان دي العجميه خلاص كده استوت. اهو شايفين شويه بشويه باجي افرق بيتبعدوا عن بعض، مش زي الاول. كانت الاول كلها سايله اهي، دلوقتي اهي بتعمل طريق في النص، مش بيلزقوا في بعض على طول. اهي نقلبها اهي، شايفين اهو بقى يتعمل الطريق كده. العجمية بتاعتي بقت زي الفل زي اللوز. اشيلها من على النار وعايزاها تبرد، بنقلب فيها. هسيبها تبرد فين؟ هجيب اي طبق مسطح ادهنه يعني نقطة زيت بسيطة جدا. ليه نقطة زيت؟ عشان انا مش عايزاها تلزق فيها. كده ناخد العجمية ونحطها تبرد براحتها. ايه بنوزعها كده عشان ايه؟ نديها فرصة تبرد على طول. هنسيبها تبرد شوية، نرجع نعملها كور نحشي بيها. يلا بينا نعمل الكحك. علشان نعمل كحك محتاجين ايه؟ محتاجين كيلو دقيق، ولازم نختار دقيق نوع حلو. في انواع في السوق بيبقى مكتوب عليها دقيق مخصص للكحك والبسكوت، هو ده افضل حاجه. لو غير متاح بنجيب الدقيق اللي مكتوب عليه لجميع الاستخدامات. ليه بنختار الدقيق كده؟ لان احنا محتاجين دقيق الجلوتين اللي فيه قليل علشان العجينه ما تمطش مننا، ما تبقاش زي عجينه العيش او البيتزا تلاقيها تيجي تفرديها تلاقيها بتكش وتمط. لا، اللي هو ما فيهوش نسبه جلوتين كبيره هو اللي ينفع للكحك والبسكوت. طب محتاجين ايه كمان؟ محتاجين خميره بيره جافه، محتاجين سمسم ني ابيض، محتاجين ريحه كحك، شويه حبهان مطحون، شويه فانيليا، رشه ملح. احنا اي حاجه فيها دقيق وبنخبزها لازم نحط فيها رشه الملح،
وسكر بودرة. دي مية دافية أو مية فترة علشان نحل بيها الخميرة البيرة، وكمان عشان نستخدمها في العجن. ما بنستخدمش مية ساقعة ولا مية سخنة، مية فترة أو دافية. نبتدي أول حاجة إن إحنا هنحل الخميرة علشان نديها فرصة تخمر وتشتغل، على بال ما نبتدي إحنا نخلط المقادير الجافة بتاعتنا. بنحتاج معلقة كبيرة ممسوحة خميرة بيرة، ولازم تكون خميرة كويسة. إحنا ليه بنعملها بدري؟ علشان نتأكد إن الخميرة شغالة، يبقى عندنا فرصة لو لقيناها ما خمرتش، ما عملتش بقليل وعليت، يبقى الخميرة دي مثلا قديمة بايظة، فيبقى في فرصة إن إحنا نعمل خميرة تانية غيرها. ادي المعلقة حطيناها في كوباية، وبناخد سكر بودرة معلقة كبيرة جبل كده اهو كده، وبنحلها بقى بمية فترة حوالي نص كوباية تقريبا. نقلبها نتأكد ان الخميرة كلها دابت كويسة، ما بقاش في حاجة جافة. ونغطيها ونديها فرصتها تخمر. على بال ما الخميرة بقى تخمر وتبقلل وتعلى، هنعمل ايه؟ الدقيق حتى لو كان نظيف احنا محتاجين ننخله. احنا مش بننخله علشان احنا شاكين انه مش نظيف ولا حاجة، لا، بننخله علشان نتأكد ان كل الجزيئات بتاعته انفصلت عن بعضها وبقى متهوي، فيقدر كله يختلط بكل الحاجات التانية. نبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا وننخل. ادينا نخلنا الدقيق بتاعنا كله وبقى متوزع حلو وبقى جاهز. السمنه اللي بنستخدمها في الدقيق مع الكحك لازم تبقى وزي ما قلنا سمنه بلدي حلوه، ريحتها حلوه طازه، مش قديمه مش متخززه، لان كل ده بيبان في طعم الكحك. بنعمل ايه؟ السمنه لازم تبقى سخنه جدا، بنسميها ان احنا بنقدحها، ده الكلمه اللي بنستخدمها لتسخين السمنه. بنستخدم لكيلو الدقيق قد ايه؟ دايما من 500 جرام ل 600 جرام سمنه. 500 لو كنا عايزين الكحك يبقى ماسك نفسه شويه، او زي ما بنسميه كده خشن بسيط، يعني واحنا بناكله فيها قطمه بسيطه. 600 جرام لو الكحك عايزينه يبقى ناعم جدا او دايب جدا. انا بفضل خير الامور الوسط، بحط 550 جرام سمنه، هي دي المقدار المناسب اللي بيطلع لي الكحك، لا هو ناشف ولا هو خشن ولا هو ناعم دايب خالص. هنحط السمنة على النار علشان تقدح، وعلى بال ما تسخن السمنة وتسيح هنحط بقية الحاجات الجافة. هنحط معلقة ريحة كحك، معلقة حلوة كده اهو، ونحط رشة الحبهان، ونحط رشة الفانيليا، وما ننساش اهم حاجة الملح. اي حاجة فيها دقيق لازم نحط لها قد نص معلقة صغيرة ملح، مش محتاجين اكتر من كده. طيب السمسم، عشان احنا السمنة هتبقى مقدوحة وسخنة قوي، بنحط السمسم ني، والسمسم ده اختياري. في ناس ما بتحبش طعم السمسم في الكحك وفي ناس بتحبه، فممكن بنحط من معلقة لمعلقتين. نحط معلقة واحدة كفاية، على اساس ان مش كل الناس احنا هنحط في العجمية وفي العجوة في سمسم كمان. ونبتدي نقلب الحاجات دي كلها مع بعض، نتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس تمام كده. وبنوسع مكان للسمنة بتاعنا
ايه بنعملها ايه زي حفره كده غويطه شويه في قلب الدقيق. احنا كده جهزنا كل المواد الجافه، حطيناها على الدقيق وجاهز، والدقيق كده بقى مستعد انه يستقبل السمنه. طيب خلينا نروح للسمنه بقى ونشوف اخبارها ايه. السمنه بتسيح، لسه شايفين فيها اجزاء ما ساحتش، نديها وقتها تماما لحد ما تسيح. طيب ازاي نعرف بقى ان السمنه قدحت؟ نحط ايدي عليها فيها سخونيه، لكن دي الله ده فيها مش عارفه القصه دي. بنشوف على اطرافها ابتدت تعمل بقليل، ده اختبار تاني انها قدحت. اختبار تاني بمسك شويه دقيق واسقطهم كده، فلاقيه الدقيق بيبقلل، هي كده السمنه قدحت. وفي اختبار تالت باخد معلقه صغيره كده اهو منها واسقطها في الدقيق، لسه ما فارتش قوي، لا اديها فرصه تسخن شويه كمان، لان اول ما السمنه المقدوحه بتنزل على الدقيق بتلاقيها فارت كده وعملت رغاوي. هي دي المقياس بتاعنا ان السمنه وصلت للدرجه اللي انا محتاجاها. انا مش عايزه اسخنها جامد قوي ومش عايزاها تبقى بارده. طب احنا ليه بنقدح السمنه؟ دي الطريقه اللي اتعلمناها من اجدادنا. ليه؟ لانهم كانوا بيعملوا كميه كحك كبيره جدا، كانوا ممكن تلاقيهم بيعملوا 20 كيلو كحك بيقعدوا ياكلوا فيه طول السنه. فالسمنه المقدوحه بتخلي الكحك عمره طويل. هل ممكن نعمله بالسمنه يا دوبك مفككه؟ بس بنعمل كميه كحك صغيره اللي هي ناكلها اسبوع وخلصنا. ادي البقاليل عماله تزيد اهي، داير ما يدور، وكل شويه هناخد شويه وننزلهم. السمنه المقدوحه اللي هي السخنه قوي دي بتخلي ان الكحك يفضل يعيش معانا في بيوتنا مده طويله جدا لا يفسد. السمنه اللي بتبقى يا دوبك متفككه او بدرجه حراره الغرفه نقدر نعمل بيها الكحك اللي هو ايه، ناكله اسبوع اسبوعين وخلاص. ده غير ان السمنه المقدوحه برضو لها ريحتها كده ولها طعمها الجميل. انا حاطه ايدي عليها ابتدت تسخن اهي جامد اهي. نعلي النار بسيط اهي، البقاليل عماله تزيد تزيد تزيد. انا مش عايزه السمنه تتحرق مني. اول ما الاقي البقاليل بقت على الحرف كتير وزادت فعرفت ان دي درجه اللي اتقدحت بيها السمنه. ريحه السمنه بتبقى طالعه جميله. السمنه البلدي برضو جميله، ودي على فكره صحيه جدا اكتر من كل انواع السمنه التانيه. يعني في ناس بتخلط، بتعمل جزء سمن نباتي وجزء سمن بلدي، بس الاصل هو البلدي. البلدي يوكل زي ما وهم كده اجدادنا عملوها لنا وعلمونا الطريقه دي. اهي بقللت. انا عايزاكم بصوا تشوفوا مبقلله ازاي اهي كده جاهزه. ناخد السمنه، خلوا بالكم دي بتبقى سخنه قوي فلازم تخلوا بالكم. ما ندخلش ايدينا جوه، ده سخن جدا جدا. احنا هنستعمل ايه؟ هنقلب بمعلقه خشب، نخلي كل السمنه تتخلل كل الدقيق. شايفين البخار؟ كل دي سخونه. احنا بنقلب الدقيق بتاعنا عشان يختلط بالسمنه كويس. لما يوصل لدرجه حراره معقوله نقدر نحطها فيها ايدينا ننزل ايدينا، انما غير كده حذار. احنا بنستعمل اناء معدني او اناء فخاري كبير عشان نعجن فيه، لان لو بلاستيك او ازاز احتمال ما يقدرش يستحمل السخونه دي كلها. طيب احنا كده ايه، بندعك كل الدقيق والسمنه عشان نتاكد ان كل الدقيق وصلته سمنه واختلط كويس قوي. اللي احنا بنسميه احنا بنبس الدقيق اهي. بصوا كلها دلوقتي شايفين اهو كل الدقيق، حتى هو بنقلب كويس قوي وفي القعر. واحنا عمالين نقلب كده ليه؟ علشان نبرد العجينه عشان نقدر ندخل فيها بايدينا، ولازم تبقى بارده تماما. احنا لسه ما نزلناش الخميره، وعشان ننزل الخميره لازم العجينه تبرد. لو انا نزلت الخميره والعجينه سخنه قوي كده هتبوظ الخميره، هتفقد مفعولها. احنا لازم نكون نبرد العجينه عشان نقدر ننزل بالخميره عندنا عليها، او بنقلبها علشان يتخللها هواء
انا نفسي تكونوا معايا علشان تشموا ريحه الدقيق والعجينه حلو ازاي. ممكن اجرب بقى ايه، ادخل ايدي واشوف هستحملها ولا لا. كده ممكن استحملها بايدي. احنا بنعمل ايه بقى؟ زمان كانوا بيسموها احنا بنبس الكحك، احنا بنفركه كده عشان نتاكد ان هو فعلا دخل فيه، ده اسمها بنبس الكحك. احنا ما بنعجنش، ما نقعدش نعجن كده ولا نضرب بوكس زي عجينه العيش وزي دي، لا، بنبسه بسيط عشان نتاكد ان السمنه تخلخلت جوه الدقيق كويس قوي، كله اختلط ببعضه. لسه سخن برده جامد، لسه مش هننزل الخميره دلوقتي، نسيبه يهدى شويه ونرجع له. العجينه بتاعتنا هديت وبقت فتره او بارده. احنا قلنا ما نقدرش نحط عليها الخميره عشان ما تبصش. نبص بقى على الخميره بتاعتنا اخبارها ايه. شفتوا الخميره كويسه، عرفنا نوعها كويس ازاي. كانت شويه ميه صغيرين، دلوقتي عليت لحد هنا والوش كله بقى ليه. هنضيفها بقى على العجينه بتاعتنا. ننزل كل ده، ننزله وبعدين نعجن. هنعجن ازاي؟ احنا الاول هنلف العجينه بالسائل بتاع الخميره، نلفها، اسمها بنلفها لحد ما تختلط بالعجينه كويس عشان نعرف هنحتاج ميه تاني قد ايه. احنا بنلفها بايدينا، مش بنعجن، مش بندي بوكسات كده، لا، بنلف بايدينا. طيب احنا لسه عايزين سوائل، عايزين سوائل اهي، لسه شويه بس شويه صغيرين. بناخد سوائل قد ايه؟ مش كتير، العجينه والدقيق هي اللي بتقول لنا هناخد سوائل قد ايه. هنمسك كده الميه بايدينا، نحط شويه صغيرين بشويه صغيرين، نحط شويه ميه، نبتدي نلف العجينه بايدينا. الميه بتكون فتره، ما بنستخدمش ميه ساقعه وما بنستخدمش ميه سخنه. نلفها اهي شويه بشويه، الميه هتختلط بالعجينه. احنا بنقول بنلف العجينه، مش بنعجن ونتعبها. ليه ما بنعجنش؟ عشان ما نطلعش الجلوتين اللي في العجينه ونلاقيها بتمط مننا. احنا عايزين عجينه طريه ناعمه نقدر نعمل بيها الكحك ويبقى جميل. اهو اهو الحتت الاجزاء اللي بتبقى فاتحه دي معناها لسه فيها سوائل، وايدي بتحس اذا كان في كلاكيع او اي حاجه. اعرف ازاي ان العجينه بتاعتي محتاجه سوائل زياده ولا اكتفي بكده؟ همسك جزء صغير كده، اكوره في ايدي وادوس عليه، لقيتها شققت كده، لسه محتاجه شويه سائل، احط شويه كمان ونلفها بايدينا عشان تمص شويه السائل اللي احنا حطيناه. نلف معانا الطبق عشان يساعدنا ونتاكد ان السوائل كلها اتشربت جوه العجين. نلفها بشويش بايدينا، العجينه ملمسها طري وناعم تحت ايدينا. نشوف، نجرب تاني، نكور حته وندوس عليها، تشقيق بسيط، محتاجه نقطه ميه كمان. نتاكد ان كل السوائل دخلت جوه العجينه مع بعضها. بصوا العجينه حلوه ازاي، ما بتلزقش في قعر الطبق، دي سمنتها والعجينه حلوه. هناخد حته كده ونكورها وندوس عليها، ما عملتش شقوق. هنحط العجينه بتاعتنا ونغطيها، هنغطي العجينه بنايلون. انا يهمني ان انا امنع عنها الهواء، انا مش عايزاها تنشف، انا مش عايزه العجينه تنشف، عايزين نغطيها نمنع عنها الهواء علشان نستعد ونقطع ونحشي على طول. انا مش بسيبها تخمر، انا مش عايزاها تخمر، لان لما بتخمر هتعمل قشره من بره ومش هعرف انقشها واجهزها. العجينه بتاعتنا جاهزه وسبناها تريح 10 دقايق بالكتير. احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها تريح بسيط. والعجميه اللي عملناها بردت وبنكورها زي البلي الصغير علشان نحشيها بنفس الشكل ده. بنمسك حته عجميه بنكورها زي الكوره زي البليه كده وبنحطها كده اهو، سهل جدا، بليه صغننه وكده على قد الحشوايه بتاعتنا. الحشوات بتبقى للكحك ايه؟ يا كحك عجميه
يا بنعمل عجوه، والعجوه دي سهل جدا، ده التمر الطري. احنا في رمضان في التمور في كل مكان بنختار تمر طري مش ناشف ولا نصف جاي، بنفصصه وفي معلقه سمنه كبيره كده بنشوحه مع بعضه مع معلقه السمسم. خلاص كده استووا مع بعض. يا اما بنهرسهم جامد جدا او نحطهم في الكبه الصغننه ياخدوا لفه كده عشان يبقوا زي العجينه، وبرده نعملها بلي صغير. بنستخدم الكحك برده بنحشيه بمكسرات بندق او فستق او عين جمل، وممكن نعمله ساده. هي دي الحشوات اللي بنحشي بيها الكحك بتاعنا. مراسم الكحك دي زمان كانت بتتعمل في لمة العيلة. ليه؟ لأن الكحك محتاج إيدين كتيرة تقعد تعمله، وكان الكبير والصغير، الأطفال والرجالة والستات كلنا بنتلم وبنفرش على الأرض ونقعد نعمل الكحك. كان في طبلية كده نحطها ونقعد نعمل عليها الكحك. على فكرة الفنان محمد الموجي له صورة مشهورة جدا وهو قاعد مع عيلته بيعملوا الكحك، من المراسم الجميلة جدا وبتخلينا نفرح قوي بيه. حتى الأطفال الصغيرين كانوا بيحبوا يلعبوا بالعجينة ويعملوا شكل العروسة ويعلمها، كل واحد عامل شكل عروسته وتدخل الفرن ومستنيها اما تستوي. يلا بينا نعمل الكحك. احنا مغطين الكحك بتاعنا بنايلون علشان العجينة ما تنشفش، وكل ما يكون في ايدين اكتر بيبقى حاجة مريحة والعجينة بتبقى ايه لسه طرية. يلا بينا بقى، تعالوا، محتاجين كذا ايد تساعد عشان نقطع الكحك. نتعلم ونشوف هنعمل ازاي. بنكشف حته صغيره، بناخد حته عجينه قد الليمونه، وبنعمل ايه؟ لو كانت بردت قوي بنحننها في ايدينا، الدفى بتاع ايدينا بيخليها كده، وبعدين نعمل فيها حفره في النص، شايفين كده اهي. وناخد حته حشوه مره عجميه ونقفل عليها كويس قوي كده اهو، نكورها كويس قوي. وبعدين حاجه من الاتنين، يا اما هننقشها يا اما هنعملها بالختامه او نديها. ليه احنا بننقشها كده؟ علشان النقوش دي التعاريج الطالع والنازل تخلي لما نرش عليه سكر بودره بعد كده يثبت ما يقعش بره. ده المنقاش اللي كان عندنا من زمان في كل بيوتنا وعند جداتنا، والله اسالوا مامتكم عليه. الكحك ده مصري قديم، عشان كده كنا بنعمله على شكل قرص الشمس بتاع رع. بنمسك كده وايه ونقعد نغمزه داير ما يدور اهي النقشه، وبنقعد نتفنن في النقوش بتاعته ونحطها في الصاج. الصاج ما بندهنوش اي حاجه خالص، لان الماده الدهنيه الكتير اللي في الكحك مش بتخليه يلزق. يلا نمسك بقى واحده تانية. يلا اهي قد نمسك حته قد الليمونه. ايوه قد الليمونه، ايوه نكورها كويس ونعمل خرم. يلا دي ليمونه صغيره قوي. لا كده بقت برتقانه. طب ايه طيب؟ ايوه كده. ها ناخد حته حشوه عجوه او عجميه، حفره غويطه شويه عشان دي تقعد فيها كده، ونقفل عليها كده كويس وندورها. ممكن ناخد المنقاش، ولو سبناها كوره عاليه نمسكها كده بالبصامه دي نتك عليها اهي. وانا ينفع احشي مكسرات على طول؟ ممكن تحشي مكسرات، ممكن تحشي عجوه. حط بقى شويه مكسرات حلوين بقى، بس ما تلخبطش يعني. حط عين جمل لوحده. ما ينفعش اعمل ميكس يعني ايه؟ نقشتها ورحت معوضتها. هنعمل لها كده. احنا لازم ننقشها على طول اهي كده اهو. ننقش بقى. احنا ليه بننقشها على طول ونحطها في الصاج؟ لان لو سبناها من غير ما ننقشها قشرتها حلوه قوي. ايوه اتكي عليها كويس. لا هي في حته واحده علشان ما تقعدش تعمل بعدين نصغر الكحكايه شويه يعني. اوريني فين بقى بالشكل ده. الشكل ده كده صح؟ وتغمزيها حلو بالبتاع ده. نعمل واحده بالعجوه. الله. وبعدين ايه بقى؟ احنا ممكن نعمل تاني وتالت، احنا لازم نخلص الكميه كلها. ناخد منقاش. احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ نقشات كبيره مختلفه. احنا كنا زمان بنعلمها ان كل نقشه لحشوه مختلفه. حلوه دي. بس كده نقش قليل، انت لازم تنقشها كلها. والله لازم كلها. ايوه عشان السكر.
لا اهي يعني بص كلها منقوشه ليه؟ عشان لما نيجي نرش سكر يثبت عليها كويس. يعني ما تتكاش عليها قوي كده. يعني بالهداوه يا جو. نحط فستق. مرة تانية؟ خلاص بدل يعني حاول تصلحها يا جو. يعني حابه بقى تتكلمي عن احنا بنحطها هنا. بصي اهي حطيتها هنا وهي لسه عاليه، ولما بتك عليها هي بتبططها وبتنقشها على طول. هو عادي لو عادي لو العجوه بتبان كده؟ يعني هي ايه المفروض ما نتكاش قوي عليها كده. ليه؟ علشان هي العجوه مش هتبظ بره، اللي ممكن يبظ بره العجميه عشان عسل سايل. والله يا ولاد لمة عمايل الكحك دي حلوه جدا. احنا المفروض نجمع اصحابنا وقرايبنا ونرجع تاني نعمل الكحك ده، والكيلو بيعمل كميه كبيره جدا. يعني احنا حتى لو جمعنا عشان نعمل كيلو هتلاقينا كلنا يعني عملنا كميه كحك كبيره قوي. كيلو الكحك، كيلو الدقيق ممكن يعمل لنا 2 كيلو وشويه كحك. فتخيلوا سعر كيلو الكحك اللي بالسمنه البلدي بقى محشي عجميه عسل والكلام ده كله بيتباع بكام، وتكلفته احنا عندنا كام. وبعدين احنا ممكن اللي عايز يعمل عروسه هديله ايه ده انت طفولتك ناقصها حاجات كتير. ما عملتش عروسه قبل كده خالص؟ لا في عروسه بالعجينه تعمل شكل عروسه، واللي بيعمل شكل مركب، وكل واحد كانها زي الصلصال. طبعا الكحك الجاهز بيعملوه دلوقتي الموضه ان يبقى صغنن قوي قوي كده، بحيث انه ايه يتزلط واحده في البق مره واحده. ده اتملى. ممكن نجيب حاجه تانية، صاج تاني نحط فيه. عملت كل ده لوحدي. عملت كل ده لوحدي. خاف الله. يعني احنا في ايام مفترجه. طيب افرضوا انا ما عنديش منقاش ولا عندي بصامه للكحك، هل ما اقدرش اعمل كحك وانقشه؟ هقول لكم نعمل ازاي. دي حشيناها اهي كده تمام، وبططتها سنه بسيطه. باخد السكينه العاديه بتاعه البيت وابتدي اعمل كده. كان فين ده من زمان؟ كان فين ده من زمان؟ خالص اهو. ما هو يعني افرض انا ما عنديش لا منقاش ولا عندي اي حاجه خالص، بمسكها بالظهر السكينه مش الحامي التلم علشان ما نقطعش العجينه. طيب ما دام انتوا بتحبوا بالعجوه نكتر لكم اللي بالعجوه. ممكن نعمل شويه في الاخر ساده اللي هم بيبقوا البلي الصغير قوي ده. اهي ادي كحكايه بططها بسيط، وبعدين بالسكينه ما عنديش انا منقاش هعمل ايه؟ خطوط بالطول وبعدين بالعرض بس، عشان لما تيجي تستوي اقدر ارشرش عليها. على فكره كل الحلويات المصريه نعرفها ازاي؟ اللي فيها المقادير الاساسيه هي دقيق، لان القمح مصر بتزرع قمح، وعسل او سكر بنزرع قصب سكر، وعندنا ارض خصبه ومنتجات البان. فكل الحلويات المصريه اللي مشهوره ايه؟ الكنافه والكحك، ام علي، القطايف، البليله، العاشوره. الحاجات اللي هي المكونات الاساسيه بتاعتها اللي هي دقيق وسكر ومنتجات البان، هي دي الحلويات المصريه الاصيله. الباقي بيبقى دخل علينا من ثقافات مختلفه. انا واخده صينيه صغيره فيها كحكتين 3 4 هنجرب بيها الفرن. الفرن لو اول مره نخبز فيه فنحط صينيه صغيره فيها عينه نجرب بيها الفرن لحد ما نظبط سخونيته والسوى بتاعه قبل ما نحط الكميات الكبيره. يلا بينا. دلوقتي رجعنا بالكحك، اخد حوالي 20 ل 25 دقيقه في الفرن. دي المجموعه اللي جربنا فيها، لسه بنتعلم الفرن بتاعنا بنظبطه. هتلاقيها حتى اغمقت شويه. احنا عايزين الكحكايه تبقى لونها فاتح كده من قعرها، من الوش ومن الظهر.
سيبنا الكحك يبرد ياخد سواه تماما والصينيه بردت تماما قبل ما نحركه او ننقله او حتى نرشش عليه سكر. خلاص هو كده جاهز ان احنا نرشش عليه سكر. يلا بينا باي مصفى صغيره عندنا كده بنملاها ونمشي على كل الكحك بتاعنا، بنحطه جنب بعضه في الصينيه عشان نوقعش سكر بره. ميزه النقوشات اللي احنا عملناها على الكحك ان هي بتخلي السكر يقف على الكحكايه ويحتفظ بيه عليها كده. نرشش على الصينيه التانيه. كل ما نستخدم مصفى صغيره كده في ايدينا بتخلينا نملك اكتر ان احنا نرشش فوق الكحك بطريقه اسهل. كده الكحك بتاعنا جاهز ان احنا نرصه في اطباق التقديم. ولو انا عامله كميه كبيره اقدر اشيلها في علب محكمه الغلق ويعيش معايا مده طويله شهور ما دام احنا عاملينه بطريقه اللي هي السمنه المغليه. بنرص الكحك بطريقه هرميه يبقى شكله لطيف جدا. ناخد الطبق التاني. شفتوا كميه كيلو الكحك، كيلو الدقيق عملت لنا كميه كحك كبيره جدا، حوالي 2 كيلو من الكحك الجاهز. وبالهنا والشفا. عايزين نعمل كوبايه شاي بقى عشان ناكل معاها الكحك الجميل ده. شوية كمان. ادي الكحك بتاعنا وبالهنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين.